طب والسلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا النهارده جايب لك فيديو جديد، افجر نسخه في المجال، نسخه فيرجن 34. طبعا النسخه دي بتبعت او بتحول رسائل 50,000 بدون ما تتحذر، والنسخه دي بتفيك الوقت والتاريخ، وبرضه بتغير رقمك، ممكن تغيره لرقم وهمي او اي رقم عادي براحتك. وفيها مميزات كتير جدا، يعني برضه بتعكس رسائل وبتحظر ارقام وكل ده تمام. وهنشوف كل المميزات دي في النسخه دلوقتي تمام. قبل اي حاجه كده ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وتاني حاجه، نسخه دي الباسورد مكون من 4 ارقام، وهقوله على مرتين في الفيديو تمام. فركز معايا بقى، مش هاخد من وقتك 5 أو 6 دقايق في النسخه، انك مثلا تشوف الفيديو من الاول للاخر عشان تسمع الباسورد. طب يا عم كيمو، انا مش بسمع الباسورد، او انا اصلا مش بشوفه، او مش عارف ايه وايه وايه. طيب يا سيدي، انت ما بتسمعش الباسورد وانا عارف انت بتتحجج. تعالى لي على التليجرام. قبل ما تيجي على التليجرام تكون انت مشترك في القناه وفعل زر الجرس وتحط لايك وكومنت على الفيديو وهات لي سكرين، وانا اديلك الباسورد جاهز تمام. كلمني على التليجرام، هرد عليك على طول واديلك الباسورد تمام. غير كده بقى استنى شوف الفيديو واسمع الباسورد تمام. طيب عشان ما نطولش عليكم كده، يلا نخش نشوف النسخه. تفتح معاك النسخة بالواجهة العظمة دي، طبعا عامل لون ده جديد، يعني ما عملتوش بقالي كتير جدا تمام. طبعا هنا اول حاجة العقلين، هنا المجانين الستيت، وهنا الصداع اللي هي الكولات، وهنا الكوميونتي اللي هي المجتمعات تمام. طيب هتيجي كده على العقلين دي، انا عامل لك حاجة يعني مخلك برضو النسخة يعني كوميديا شوية. يعني مثلا لو حد اونلاين او متصل، مثلا كتبت لك بدل كلمة اونلاين فاتح بيكلم غيرك، فاهم؟ ومثلا بص تعالى كده نشوف اهو. يعني مثلا عندك ده لسه خارج حالا الرقم ده تمام. يكتب لك مثلا الحيوان ده خرج، الحيوان ده دخل من لينك، العلق بيكتب، فاهم؟ يعني ضفت لك الكلام يعني يكون حلو كده تمام. اه انت دخلت من لينك المخروج، فاهم؟ يعني مروقلك على النسخة يعني تمام. تعالى كده بقى نشوف شكل الشات بتاع النسخة. هتفتح كده، ده شكل الشات، حاجة عظمة يعني، شكل طرش. طيب لو دوست كده على المربع ده هيطلع لك منه كذا حاجة. هنا التذكر، وهنا ده القلب تمام، وده اللي هي الايموشن البطن ده تمام. المهم يعني عندك اخر حاجة دي القنبلة دي اللي هي الفيروس تمام. لو انت دوست على دي بترمي فيروس، وطبعا الفيروس ده بيهنج اي نسخة تانية تمام. طيب يا عم كيمو، النسخة دي برضو حد كان طلب مني ان هو مثلا يعني عايزها بايموشن ايفون. طبعا عملت لك الايموجي كله ايفون اهوت تمام. كل الايموشن ده ايفون اهوت تمام. يعني النسخة دي مروالك عليها، يعني مش هتحتاج نسخة غير كده بجد، يعني بالمميزات اللي انت هتشوفها حالا برضو، يعني نسخة طرش. فانا عايزك بقى تقدرني يعني على الفيديو، لايك وكومنت كده، يعني قدرني يا جدع. هتدوس بقى كده على ال3 شرط او ال3 نقط اللي فوق دول تمام. عندك هنا اول حاجه كده كيميرا اوبر فيرجن 34، جدولة الرسائل، اضافات يا برو، الرد التلقائي، راستر نسخة كيمو، كلم نمبر مش متسيف، ارسال رسالة جماعية، اعمل روم لاخواتك بي سي، وهنا ربط حسابك ورسائل مميزة بنجمة، وهنا الاعدادات تمام. طيب لو جيت تدخل مثلا كده على كيمو يوتيوبر فيرجن 34 اللي هي اول واحدة، هيدخلك هنا. لو انت دوست على حسنا هتدخل على القناة بتاعة التليجرام، او لا تقريبا دي قناة اليوتيوب تمام. هيحولك على قناة اليوتيوب بتاعتي تلقائي زي ما انت تشوف كده. طبعا احنا دلوقتي بقينا 905، عندنا 905 مشتركين في القناة. فانت يعني قدرني بقى، دخلنا على ال1000 اهوت، يعني قدرني بقى، ما تنساش تشترك في القناة تمام. وان شاء الله هنزل لك نسخ كتير جدا ان شاء الله في الفيديو او في القناة بتاعتنا تمام. فبرضه تابعني، وبرضه بننزل طريقة عمل ارقام فيك. طبعا ده برنامج مهكر اللي هو اخر برنامج منزله ده. لو انت نزلته محترف وبتعمل ارقام صح هتعمل ارقام كتير جدا تمام. تمام تعالى بقى نخش نشوف النسخة. عندك اول حاجة كده ممنوعات كيمو وحش الكون، الحماية والخصوصية، السمات، الاعدادات العامة، الشاشة الرئيسية، شاشة المحادثة، الاشعارات، الرد التلقائي او الرسائل المجدولة، هنا النسخ الاحتياطي والاستعادة، حذف مخلفات الواتساب، الويدجت والستيت والاباوت، وشير النسخة مع اصحابك تمام. هتدخل بقى على اول حاجة كده اللي هي ممنوعات كيمو يا وحش الكون. هتفتح برضو معاك الواجهة التانية دي قسم عدم التهنيج. عندك اول حاجه قسم عدم التهنيج تمام. الاضافات يا برو، تحركات النسخه، تفييك مدة الريكورد، سقوط التلج، افكتات النسخة، كلين كاش، النسخ الاحتياطي والاستعادة، وهنا حول المطور لو دوست عليها برضو هتدخلك على قناة اليوتيوب عندي تمام.
تمام. تعالى بقى كده نخش على اول قسم اللي هو بتاع عدم التهنيج. عندك اول حاجه كده ما تهنكش من تاخير، ما تهنكش من اي فيروس، ما تهنكش من الواجهه، خلي النسخه طلقه، تحسين جوده الصور، ما تهنكش من المستندات، ما تهنكش من التاخير. طيب خد بقى اول رقمين من باسورد كده 17، اول رقمين 17 1 7. طيب ما تهنكش من اللوكيشن، قراءة المزيد دي اللي هو بإخفاء قراءة المزيد يعني. تمام. ما تهنكش من فيروس الويب، ما تهنكش من فيروس الويب 2. ما تهنكش من فيروس الشات، ما تهنكش شكل قفل جديد ده اللي هو بتاع شكل القفل بتاع النسخة. تمام. ما تهنكش كراش بوت، ما تهنكش من فيروس التوريلي. كراش كول ده لو فعلته واتصلت على اي حد هيهنج اي نسخة تانية، يعني ادخل نسخة في المجال يعني هيهنجها حرفيا، هتهنج. تمام. وده فعله لو حد بيرمي عليك فيروس، فعله لو حد بيرمي عليك اتنين، برضو الاتنين دول لو حد مثلا بيرمي عليك اي فيروس، وانت طبعا النسخة مش هتهنج كده كده. تمام. بس انت احتياطي برضو فعل الاختيارين دول. تمام. عندك اي اخر حاجة ما تهنكش من فيروس ال SQL. تمام. عندك بقى تعالى كده خش على الاضافات يا برودي. تمام. اول حاجة هنا تفييك الوقت والتاريخ، ده انت مثلا تقدر تكتب اي تاريخ او اي وقت. تمام. غير رقمك لرقم وهمي، طبعا انا كتبته 9. تمام. تعال كده نشوفه. هتدخل كده مثلا، او ده الرقم زي ما انت شايف كده الرقم اتغير. تمام. لو جاي دخلنا على اضافات تاني وكتبنا اي حاجة تانية، مثلا كتبنا مثلا كده مثلا. تمام. وعملنا حسنا ورجعنا ورا، هتلاقي ان الرقم برضو اتغير زي ما انت شايف كده. تمام. عشان ما حدش يجي يقول لي في زرار مش شغالة وبتاع. تمام. طيب تعالى بقى نكمل شرح في بقية الاضافات. الاضافات هنا ما تهنكش من الرسايل، اظهار رسائل معدلة، ما تهنكش في الواجهة، تصفية الرومات يا هاكر. طبعا ده النسخة دي بتصفي الرومات، ده انت تلقائي اول ما تفعل الزرار ده. ومثلا لو انت ادمن وخرجت من الروم، كل الروم هيخرج وراك. تمام. وبرضه في نفس الوقت لو انت مثلا عملت ازالة لعضو واحد من الجروب، كل الاعضاء هتتزال. تمام. ديت اللي هو الخيار بتاع تصفية الرومات. تمام. اظهار زر تحديد كل الرسائل، توثيق رقمك عشان ما تتحذرش، عكس الرسائل لحظر الارقام، تحويل لاكتر من 50,000. برضو النسخة دي للناس بتوع الشير اللي هم بيفضلوا يحولوا رسائل صل كتير. على محمد. صل على محمد. صل على محمد. طبعا اللي هم مثلا بيقول لك انا بتحذر لما بحول من 10 اشخاص بس حتى. تمام. فالنسخة ديت برضو للناس بتوع الشير. وعندك هنا تسجيل ارقام تلقائي وتذكر ايفون. تمام. وهنا بقى تحركات النسخة وافتح فيك مدة الريكورد زي ما انت عايزه. تمام. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، واخر رقمين هما 50. وبس كده يا اخواتي، اشوف وشكوا على خير. سلام.